بالصدفة كنت بعمل حاجتين، حاجة كان عندي شغف إن أنا أعملها وحاجة أنا ما كانش عندي شغف أعملها. ولاحظت الفرق الشاسع ما بين لو أنت فعلا عندك شغف ولقيت الحاجة اللي متوافقة مع نفسك، ولو أنت بتعمل حاجة مش متوافقة معاك أو أنت ما عندكش رغبة إنك تعملها. وبكل بساطة المثال حتى اللي هما الكتابين دول هم أصلا كتاب واحد بس على جزئين ل artificial intelligence، اللي هو حرفيا للذكاء الاصطناعي ولكن مستوى أكاديمي متطور جدا. دي الحاجة اللي أنا كنت حابب أعملها. والحاجة اللي مش حابب أعملها تقريبا كان مذكرة زي كده وقت ما كنت في الامتحان بتاع الترم الأول اللي هو لسه خلصانة، دي حوالي 18 ورقة مش حابب أعملها. أنت متخيل 18 ورقة بالعربي وكتاب بالإنجليزي؟ بص حتى عدد الكلمات في الصفحة بيكون قد إيه، وده بزيادة عن الرياضيات اللي لازم تتعلمها. ده على قلبي زي العسل. ما عنديش مشكلة ان انا ادخل اعمل ريسيرش اشوف ايه الرياضيات اللي هي مكتوبة مثلا، إيه العلامات دي، ايه معرفش ايه، ومكمل فيه عادي. ممكن ياخد مني 3 شهور لحد ما افهم كل الكتاب ده بيتكلم عن ايه. و18 ورقة كنت اللي هو، انت متخيل يعني الفرق بيكون شاسع. فبكل بساطة يعني ده هو الفرق ما بين لما يكون عندك شغف لشيء عدم شغف لشيء معين. وعلشان انا بالنسبه ليا ممكن اوصف الشعور ده بانك تجبر نفسك انك تعمل حاجه هي مش عايزه تعملها لان مش شايف في اي فايده. بمعنى ولنفرض من منظورنا الشخصي، انا بالنسبه ليا لو اتخرجت وخدت الشهاده انا في كليه تجاره وهكذا، شايف انها مش هتفيدني باي حاجه في حياتي بالمعنى الحرفي، في اي حاجه في حياتي. وانا ماليش دعوه بنقطه تركز بقى، يعني الجزء اللي جواك ما عندوش اللي هو لازم بقى تخلص وتاخد الشهاده علشان هيقولوا ابو شهاده اهو او مش ابو شهاده اهو، ولازم يبقى انت معاك ايه، انا معايا شهاده. الجزء شغفك اللي هو الحاجه اللي من جواك ملهاش اي دعوه بكل الكلام ده. انا ليا دعوه اللي هو اعمل الحاجه اللي المفروض انا اديك الطاقه علشانها. انا مش عايز يعني، لو ممكن نقول انا مش عايز اضيع وقت في حاجه انا عارف انك انت مش هتستفاد بيها. وهنا بقى المشكله ان اوقات بنحس في قليل جدا اللي بيحس ان هو اصلا بيعمل حاجه عكس اللي من جواه عايز يعملها. وعلشان تعرف ايه اللي انت عايز تعمله، اتكلمت فيه قبل كده. وحتى انا اتاكدت ان كلامي صح. يعني انا وقت ما قرات الكتب اللي هي كانت طبعا عن الطبيعه البشريه وعلم النفس ودراسه الاشخاص الناجحين وكده، قلت ان هو اللي هو شغفك مرتبط بطفولتك. وبالصدفه كنت بقرا في كتاب لسه بادئ فيه اللي هو روبرت جرين، كتاب اسمه الاتقان ميستري. هتلاقيه ممكن تلاقيه PDF اصلا على الانترنت. ولقيت الفصل الاول حرفيا بيتكلم على ان كل انسان زي ما انا قلت بالظبط وقت ما بيتولد بيبقى عنده شغف لحاجه معينه، وفي فتره الطفوله بيكتشف الحوار ده بشكل غير لاواعي. ولكن طبعا ممكن حتى ده كان معظم الشخصيات اللي اتكلم عنها اتكلم عن شخصيات قديمة، يعني ليوناردو دافنشي وقت ما هو كان في طفولته اللي هو الرسام. كان بكل بساطة بيحب الطبيعة وكان بيروح الغابات والكلام ده اللي كان قريبة من البيت عنده، وكان بيركز في التفاصيل قوي. ولحسن حظه أو للصدفة يعني كان أبوه شغال في حاجة حكومية وكان بيبقى معاه ورق، لأن الورق زمان كان غالي، فكان بياخد ورق من ورا أبوه وكان بيرسم. تمام. واللي حصل بقى التويست اللي حصل ان في فتره كده انشغل بالحياه او وظيفه او مش وظيفه او ايا يكن يعني، ما لقاش الحاجه او ابوه كان عايزه يعمل حاجه او يتوظف في وظيفه او ايا يكن، مش فاكر التفاصيل قوي. ومشي وراه كلامه لحد ما خلاص حس انه مش طايق الحياة دي ومش طايق كذا، فساب البيت بتاعه وراح لمدينة تانية وقصة كبيرة كده. وبدأ يرجع لشغفه وافتكر أيام الطفولة وبقى ليوناردو دافنشي اللي احنا عارفينه، اللي هو مكتوب في التاريخ اللي هو من أعظم الفنانين في التاريخ، يعني في التاريخ. تمام. فهو الفكرة فيما فيها يا شباب ان كل واحد، وهنا بقى مش كلام تنمية بشرية اللي هو انت تقدر كل، هو اصلا المشكلة ان في كلام التنمية البشرية بقى تجارة أو مجرد ريتش، ولكن مفيش حد بيفهمك الكلام اللي من وراه. يعني اللي هم حافظين الكلام ومش فاهمين الأشخاص الناجحين الحقيقيين قالوا ليه. بمعنى إن كل واحد مختلف عن التاني وكل واحد ممكن يكون أحسن حد في العالم في الحاجة اللي مخلوق علشانها.
تمام؟ بمعنى ان كل واحد ليه دور، ولكن في احتماليات، بمعنى ان كل خطوة انت بتخطيها في حياتك وراها مسار حياة مختلف. يعني لو حد بيسمع افلام خيال علمي، لو انت مثلا رجعت بالماضي ومعرفش عملت ايه، هتلاقي ان المستقبل اتغير خالص. فبالمثل انت في احتمال واحد بس، خط زمني واحد لو احنا بنتكلم، هو افضل شخصية، والحاجة اللي انت لو مشيت فيها بكل احتمالاتها هتوصل لأعظم شخص ممكن توصل له بالنسبة لنفسك، وحتى بالنسبة للعالم، كتأثير على اللي هو الأرض اللي أنت عايش فيها دي. فممكن بكل بساطة لو حاول تتصل تاني بنفسك، لأن كل يوم بيمر أنت لا إما بتكون مسحول في الدوامة بتاعت اليوم، اللي هو من معرفش، من الدروس، من الدراسة، من اللعب، معرفش إيه، وحرفيا ناسي نفسك. يعني الناس اللي هو تقعد قاعدة كده تفكر في الماضي، ومش اللي هو الحاجات السلبية، الحاجات اللي انت كنت بتحبها وما تتحسرش. يعني ده لو انت افتكرت انت زمان كنت بتحب ايه، ده نعمة، لان في ناس اصلا مش فاكرة كان زمان كان بتحب ايه. ما تتحسرش بقى، يا ده أنا كنت، لا، ده انت وقت ما تفتكرها اول حاجة تيجي في بالك، وقت ما تفتكر انت كنت بتحب ايه زمان، انا اقدر احقق الحاجات دي ازاي دلوقتي. بمعنى انك ممكن دلوقتي لو انت بتسمعني طبعا، لو انت مخلص جامعة هيكون احسن، لو انت في الفترة الجامعية ممكن اقل شوية، لو انت في ثانوية هيكون صعب، بحيث الحرية من الاهل وهكذا. ولكن آه، في وضعك في الثلاث مراحل دي تقدر تبدأ تعمل اللي انت كنت بتحب تعمله في الماضي بشكل كبير. بمعنى مثلا كنت بتحب الكمبيوتر وبتحب التفكيك والبناء وكل الكلام ده زيي، فتعلمت البرمجة فلقيت الموضوع ماشي معاك، فخلاص كمل بقى، كمل شوف انت. يعني انا بالنسبه لي دخلت في البرمجه، وبعدين اكتشفت ان انا حوار بحب الذكاء الاصطناعي، وفكره ان انا مثلا كنت ما عنديش ترست شويه، او بحب اعتمد على نفسي بشكل كبير. فلا، انا ممكن اعمل ذكاء اصطناعي يعمل لي الحاجه اللي ممكن اوكلها لحد انا عارف انه ممكن ما يعملهاش بالكفاءه اللي انا محتاجها. فمثلا جات لي كده حوار ان انا اعمل ذكاء اصطناعي مثلا، فاهم؟ فهي هتيجي كده، كل ما انت بتمشي ورا شغفك، ورا الاحساس الداخلي بتاعك تجاه الحاجه اللي انت بتحبها، كل ما انت هيبدا الطريق الصح اللي هيوصلك لنقطه انت فعلا هتحس برضا وسعاده فيها يوضح. وفي نفس الوقت انك تكون واحد بيقول لك لو انت مشيت ورا شغفك مش، يعني احنا بنتكلم عن الشغف الحقيقي. الناس اللي وصلت لمراحل ضخمة جدا وتخلدوا في التاريخ، يعني أنا أنصح بكتاب الإتقان لروبرت جرين، بيتكلم عن الشغلات دي، اللي هو بكل بساطة حققوا المجد، حققوا الشهرة، حققوا الفلوس. لأن يعني بكل بساطة لو أنت مثلا بتحب الذكاء الاصطناعي مثلا، ورحت جبت لك كتب زي كده، كتب أكاديمية، وتعلمت رياضيات، وحاولت تطور من نفسك وتطور من نفسك لحد ما وصلت لأحسن واحد على مستوى العالم في المجال ده، مش هيجيلك فلوس؟ يعني يعني مش محتاج. يعني انت حرفيا الفلوس هتجيلك، الشهرة هتجيلك، لانك انت احسن واحد في العالم. تمام؟ فهو الفكرة في كده. وحتى ايا كانت الدولة اللي انت كنت فيها، الكتب لو مش هتقدر تشتريها، اطبعها كبي دي اف. كل معظم الكتب العلمية متوفرة بي دي اف. لو مش معاك فلوس تطبعها، بالانترنت اللي عندك على الموبايل. تمام؟ فهو كده، فهو الفكرة فيما فيها انك انت وقت ما هتلمس الجزء ده من الحياة والامكانيات اللي هو انت ممكن تحققها بنفسك بدون اعتمادك على اي حد، هتحس انك محدش يقدر يوقفك. بالمعنى الحرفي محدش هيقدر يوقفك، لان انت خلاص اللي هو مش الطريقة دي مش هتمشي، خلاص شوف حل تاني. مش هيمشي دي، هشوف الحل التاني، لان خلاص بقى في هدف. عامل زي نظام، انا هنا مثلا نفترض ان هو انا في مصر عايز اروح السعوديه، مع بقى افتراض ان مفيش حدود ومش حدود والكلام ده. ممكن اروحها بحر، ما ينفعش بحر هروحها طيران، ما فيهاش طيران هركب عربيه، ما فيش بص هتمشاها، هروح اتعلم السباحه وهعدي البحر كله. ازاي؟ ما اعرفش، بس انا هوصل للنقطه اللي انا عايزها. هي بتكون كده. فوقت ما انت هتعرف شغفك، هتعرف انت عايز ايه في الحياه دي، هيكون الوضع معاك كده، اللي هو انت يمينها شمالها انا هوصل للي انا عايزه اوصل له. ولكن انت اللي هو الفيديوهات التحفيزيه، ولازم ايه، شد حيلك واتعب
لإيه؟ أنت أصلا مش عارف أنت عايز إيه في الحياة، فأصلا أنت هتعافر لأجل حاجة أنت مش عارف إيه هي. وفي نفس الوقت أنت نرجع تاني، ممكن تكون للأسف أوقات الواحد بيحاول يطلع الطاقة والشغف اللي يعني الشغف اللي عنده في حاجة ضده، ضد نفسه، على أساس إن الناس بتعمل الحاجة دي، أو على أساس الحاجة دي فيها فلوس كتير وخلاص، رغم إن ممكن الحاجة، يعني مش ممكن، ده أكيد الحاجة اللي هي تبع شغفك هتجيب لك فلوس، لأنك هتوصل فيها في نقطة، لأن محدش أصلا بيكون عنده الصبر ولا الطاقة إنه يتحمل طريق صعب غير لو حد حابب الطريق. تمام. فحاول تدور وتتعب، لو حتى خد معاك سنة انك كل يوم تقعد نص ساعة او 10 دقايق مع نفسك تفكر في الماضي بتاعك من ناحية ايجابية، اللي هو انا كنت بحب ايه، وتربط ده مثلا بمجال حالي، وتوسع معرفتك بالمجالات، تعرف عن الديجيتال ماركتنج شوية نظرة شاملة، عن البرمجة، عن معرفش السايبر سيكيورتي، عن معرفش، تلف لفة عن المجالات اللي هو ممكن تبدع فيها، اللي هو اللي فاهم، وهكذا. فبس، فكل بساطة خد الوقت، اعرف شغفك، هتلاقي هدفك، مفيش حاجة تقدر توقفك، لأن خلاص انت عارف انت رايح فين. وهي دي الفكرة، وأصعب حاجة في الحياة انك تعرف انت رايح فين. بس. سلام.